مساء الخير. صبتيوني عاد توصلت بالنسخة الأولى د واحد الكتاب جديد عاد صدرته، سميتو السلطان سيدي محمد والوثيقة السرية، وغتكون عندنا المناسبة باش نتحدثوا عليه لأنه غادي ينزل شهر رمضان إن شاء الله للمكتبات والأكشاك. الحلقة ديال اليوم هي حلقة تفاعلية. معنى أنه خلال هذا الشهر اللي درنا فيه هذه التجربة، واللي هي التجربه باقا في البدايه ديالها، تيخصها واحد شويه ديال الوقت باش نديروا لها واحد التقييم، رغم انها يعني عشرات الالاف اللي تبعوها وشافوها وتبعوها من الاول حتى الاخر، وهذا مهم في هذه العمليه هذه. خصنا شويه ديال الوقت، وتوصلت واحد العدد ديال الاسئله، واحد العدد التساؤلات، واحد العدد ديال الاقتراحات. غنحاولوا نعالجوها باش ما نبقاوش غادي حانين راسنا وتيسحب لنا راه كل شيء تابع. السؤال الاول هو علاش الحلقه الاولى سميناها الحسن الاول اب الملوك، يعني الاب ديال الملوك. واش القصد منا اب الملوك زعما هو اعلى الملوك او اكبر الملوك، او هو يعني عنده واحد الدرجه خاصه بالنسبه للملوك الاخرين؟ لا، احنا سمينا اب الملوك لانه ثلاثه دولادو غادي يجيو من بعد منه سلاطين. مولاي الحسن ملي غادي يتوفى غادي يجي ولده الاول مولاي عبد العزيز، كان باقي صغير عنده 15 16 عام، غادي يشبع هو السلطان. وهذا الشيء راه حكيته في واحد العدد المناسبات، وغنرجع له في مناسبات قادمه ان شاء الله، لانه واحد الوضعيه تاريخيه صعيبه في تاريخ المغرب. هذه خصنا نوقفوا عليها ونفهموها ونرجعوا لها وندقوا فيها، لان فيها واحد المزايدات وفيها ظلمنا واحد العدد الناس تاريخيا ويعني غنرجعوا لها. اذا اب الملوك عنده ولده مولاي العزيز كان سلطان اللي حكم من تقريبا واحد 14 عام ولا 15 عام، وغيجي خاه مولاي حفيظ اللي كبر منه بعامين 3 سنين، غادي يحكم 4 سنين، وغيجي خاهم مولاي يوسف اللي غادي يحكم حتى 1927. هو باه ديال من؟ باه ديال محمد الخامس. اذا اب الملوك هو اب ديال مولاي عبد العزيز، مولاي حفيظ، ومولاي يوسف. هذا علاش سميناه اب الملوك. كاين اللي قالوا لي ودي علاش ما هضرتيناش على مولاي اسماعيل؟ علاش اخترتي الحسن الاول ما هضرتيش على مولاي اسماعيل؟ انا مولاي اسماعيل اهتميت به بزاف، وصدرت في موضوعه واحد الكتاب ديالي سميتو السلطان والاسير. السلطان والاسير يعني وقع لي واحد الاقبال وتبع كله، ما واخا نقول لكم عليه ما كاينش في السوق، لان تبعنا غنحاول ندير له طبعه جديده ان شاء الله. واهتميت بمولاي اسماعيل لجوج حاجات. اولا لانه السلطان اللي حكم اكثر من 50 عام، 54 55 عام هو سلطان. ثم هو الاول واحد اللي دار الجيش الوطني المغربي، لان كان قبل القبائل تيكونوا الجيش المغربي، لا هو دار جيش خاص. ثم هو اللي حرر واحد العدد ديال الشواطئ، هو اللي خلى المغرب يتفوه على المحيط الاطلسي، حرر طنجه وحرر ازيله وحرر العريش وحرر مهديه وهكذا. اذا لعب واحد الدور كبير. ثم كانت عنده واحد العلاقات مهمه دوليه. كان عنده سفاره صفطه الانجليز، وسفاره صفطه فرنسا، وسفاره صفطه اسبانيا. اذا الحياه ديالو مليئه. غادي نخصو له حلقات مولاي اسماعيل. انا تنظن بانه من ناحيه كيفاش نقولوا التاريخيه بحال اللي تظلم، بحال اللي مولاي اسماعيل تنفكروا فيه بحال واحد السيد قابط واحد السيف النهار من الصباح حتى الليل وتيقطع في الريوس. لا 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 لا، خصنا التاريخ ديالنا نعرفوا كيفاش نحافظوا عليه. ثم حاجه اخرى، كان تيعيش هو ولويس الرابع عشر الملك الكبير ديال فرنسا اللي حكم 70 عام، اللي كانت عنده 4 سنين ولا 5 سنين وتعين سلطان حتى مات 74 ولا 75 عام. وكانت بيناتهم واحد العلاقات فيها نوع من الصداقه ونوع من التشنج، كل واحد تيدافع على المصالح د بلادو، كل واحد تيبغي هذيك الصداقه ما تكونش على حسابه باش الاخر يكون مرتاح هو ماشي مرتاح. حاجه اخيره في الموضوع، وهو انه هذه واحد 3 سنين ولا 4 سنين دار واحد استطلاع الراي في فرنسا،
وسولوا الفرنسيس قالوا لهم شنو هي الشخصيه يعني اللي عايشه في الذاكره ديالكم، الشخصيه اللي تتمثل فرنسا، الشخصيه اللي رفعات يعني السمعه ديال فرنسا. 80% تيقولوا لويس الرابع عشر والجنرال دوغول. واش الا درنا استطلاع الناس تعرفوا مولاي اسماعيل شنو دار في المغرب؟ لهذا خصنا نحافظوا على التاريخ ديالنا، لانه ما بقاوش غاديين تنشوفوا القدام، خصنا حنا غاديين تنشوف داك الريتروفيزور تيلعب واحد الدور مهم. ما خصناش نبقاو نشوفوا هي اللي تابعينا من اللور، ولكن كذلك خصنا ما نساوش هذه العمليه هذه. اذا مولاي اسماعيل غادي نرجعوا له باش نهضروا عليه كسلطان، نهضروا عليه انه هو السلطان اللي حول العاصمه من فاس ومراكش ودارها في مكناس. مكناس بنى فيها وياي شنو بنى فيها. لويس الرابع عشر خلا فيرساي راه باقا لحد اليوم. القصور ديال مولاي اسماعيل تيخص الاهتمام بها، لانها كانت من ناحيه الضخامه ومن ناحيه الابهه ديال السلطان بالمغرب في مكناس. التساؤل الاخر وهو حول الحمايه. قلنا بانه في عهد باه ديال الحسن الاول وفي عهده هو كثرت واحد الحمايه. وشرحت شنو هي الحمايه. قلت واحد السيد تيمشي لواحد القنصليه وتيقول لهم الله يخليكم اعطوني الحمايه ديالكم، او تيشريها. كاين القناصل اللي كانوا تيبيعوها بالفلوس باش ما يبقاش يخلص الضريبه، باش ما يبقاش يخلص المكوس، باش ما يبقاش يستجيب النداء ديال القائد ولا ديال الباشا ولا ديال المخزن. يعني تيرجع بحال واحد المغربي تعيش خارج المغرب. وقالوا لي ودي ما هضرتيش على الراي ديال العلماء في هذه القضيه. هضرتي عليهم مره اخرى قلتي بانهم يعني محافظين وضد واحد الانفتاح على الاخر. لا، كان عندهم موقف العلماء في هذه الحمايه. كاين فتاوى كثيره اللي تتقول بان هذه الحمايه هي نوع من الفساد، هي نوع من الفتنه، هي نوع من الخروج عن البيعه للسلطان، هي عدم الوفاء لهذه البيعه. هي وكانت الدعوه العلماء باش يقاطعوا المقاطعه، باش يقاطعوا هذه الحمايه ويقاطعوا حتى الناس اللي دايرين الحمايه. اذا كان عندهم موقف يعني ضد هذا التغلغل يعني غير المبرر في المجتمع المغربي. والحقيقه ان الاجانب اللي كانوا تعيشوا في المغرب في هذاك الوقت كان العدد ديالهم بين 2000 نقولوا 2500 اكبر عدد ممكن. فيهم القناصل، فيهم التجار، فيهم جواسيس، فيهم الناس اللي يعني خدامين في بعض المهن، فيهم اللي خاصه في الموانئ تيدبروا كيفاش يخدموا، كيفاش يديروا السلعه، يجيبوا السلعه كذا كذا. بينما اللي خداو الحمايه ديالهم رجعوا بين 10000 و 15000. يعني الحمايه اكثر من الاجانب. معناه ان هادشي تغلغل في المجتمع، اصبح تيكون خطر. لهذا قلت في الحلقه اللي دازت الحسن الاول غادي يطالب بواحد المؤتمر اللي غادي يكون هو مؤتمر مدريد 1880، واللي غادي يحضروه عدد من الدول الاوروبيه، وغتحضروا امريكا اللي كانت باقا واحد القوه صاعده، وغتحضروا روسيا اللي كانت القيصريه الكبيره العظيمه في كذا. وفي الاخير في نهايه المطاف غادي يصيبوا بعض الحويجات صغيره باش يخفوا على المغرب، ولكن غادي يفتحوا الطريق الامام مزيد من الحمايه. ومن اللي خداو الحمايه كذلك هما اليهود المغاربه، لان كانوا الاغلبيه فيهم تجار، او على الاقل قريبين من التجار، فحتى هما استفدوا من هذه الحمايه. واش الناس ديال المخزن حتى هما طلبوا الحمايه؟ كاين اللي تيطلب الحمايه وتيخليها سريه حتى النهار اللي تيشوف راسو حصل وجاتو الضريبه ولا عيط له المخزن داكشي مصيبه، عاد تيجبد الورقه الحمايه. انا من الناس ديال المخزن اللي خداو الحمايه هو المنبهي. شكون هو هذا المنبهي؟ هذا المنبهي كان يعني مخزني في دار المخزن في مراكش، كان تيدي المراسلات بين با احمد وبين مولاي عبد العزيز، وهكذا تقرب واصبح تيدخل، واصبح
ما تيراقبوش، وصبح كذا، وبشويه بشويه غادي يتطور تيرجع وزير الدفاع، رجع هو العلاف، وغادي يخرج في واحد الجيش اللي صيفطو مولاي عبد العزيز باش يقضي على بوحماره، وغادي ينهزم، غادي يتغلب، وغادي يرجع لفاس هو مغلوب، وغادي يطلب يمشي للحج. السلطان غادي يامر يقول له سير للحج. اللي غادي يمشي للحج في الطريق غادي يوقف في مسار وغادي يدبر على الجنسيه الانجليزيه، غيصبح الانجليزي، وغادي يرجع ميعادو لطنجه، قصر مبي في طنجه معروف، قصر مبي في فاس معروف، غيدير اموال كبيره، وغادي يصبح من بين يعني الناس اللي عندهم الحمايه الانجليزيه. وهكذا تنصبوا بزاف عاود كذلك اللي عندهم الحمايه الالمانيه. حنا في سلا كان عندنا واحد العامل ديال سلا بن سعيد اللي كانت عنده الجنسيه الالمانيه في العشر السنوات الاولى ديال القرن العشرين. اذا التغلغل كان في جميع الاماكن، والحمايه ما غادي توقف حتى غادي تكون الحمايه الاخرى الفرنسيه اللي غتجي في 1912. وهضرنا على القناصل في طنجه وقلت اودي القناصل في طنجه كونوا بحال واحد النقابه، بحال واحد الجمعيه اللي صبحت هي اللي تتحكم في طنجه. هما اللي مكلفين بالنظافه، هما اللي مكلفين بالامن الى حد من الحدود، هما اللي مكلفين بالصحه، هما اللي تيلقحوا الناس. وكل وحدين كانت عندهم يعني الحاجات الخاصه بهم. كل جنس بحال اللي كنا تنسميوه، بحال الانجليز والامريكان والفرنسيس والالمان والاسبانيول، كان كل واحد عنده المستشفى ديالو. انا اللي خلقت في السبيطار الانجليز في طنجه. كاين سبيطار الانجليز، وكاين سبيطار فرنسيس، وكاين سبيطار ديال كذا كذا الى اخره. وكل وحدين كانوا عندهم المدرسه ديالهم، والكنيسه ديالهم، والمقبره ديالهم، واللوطيل ديالهم، والمقهى ديالهم، والمطعم ديالهم، والبار ديالهم. اذا هاد الناس كانوا متحكمين مجدرين في طنجه، وباغيين نردوها واحد الدوله، واحد المدينه دوليه، ما تبقاش جزء من المغرب. يمكننا نقولوا بانه من اقدم القناصل المؤثرين في طنجه هو القنصل الانجليزي، كان سميتو هاي. هذا بقى اكثر من 30 عام وهو قنصل في طنجه، وكان عنده مداخل للقصر للتاثير. وكان عنده واحد الانجليزي مع مولاي الحسن الاول اللي قلنا عليه هو القايد ماكلين، اللي كان هو مكلف برئاسه وتدريب الجيش السلطاني القديم. اذا الانجليز كان عندهم العيون ديالهم، وكان عندهم الجاسوسيه ديالهم اللي موجوده، وكانت عندهم اطماع باش يدخلوا للمغرب. ولكن المهم عندهم هما طنجه ما تاخذش شي دوله اخرى. علاش؟ لان طنجه هي مقابله جبل طارق، وجبل طارق باش يدافعوا عليه ما خصش شي واحد يجي ياخذ لهم الضفه الاخرى باش يحاربهم. هضرنا كذلك على معركه ديال إيسلي. عدد الناس قال لك اودي هاد إيسلي اشرح لنا شي شويه. إيسلي بعدا هو سميه واحد الواد قدام وجده، كانوا تيسميوه كذلك الواد الناشف. الواد الناشف هنا مشى الجيش المغربي باش يأيد يعني الكفاح ديال المسلمين اللي كانوا في المغرب الاوسط. لان هذوك الاخوان في الجزائر يعني يقبلوا الفكره على انه احنا في المغرب كنا تنقولوا لهم الوسطيين، معناه جاو من الوسط. المغرب الاوسط الا بغيتي تقول، كان المغرب الادنى هو تونس، والمغرب الاوسط هو الجزائر، والمغرب الاقصى هو المغرب. وكانوا جاو بالالاف في مناسبات متعدده، وخاصه في هذا الزمان اللي فرنسا احتلت الجزائر وردتها قطعه من فرنسا. وجاو منهم علماء، وجاو صناع تقليديين، وجاو فلاحين، وتمت العنايه بهم عنايه كبيره، بحيث العلماء ديالهم تعطاهم الديور، تعطاهم المونه، يعني الماكله ديالهم واللباس ديالهم، كانوا تيتوصلوا باللباس وبالجلالب وبالبلاغي وبالبادي ديال من عند السلطان.
وكانوا دخلوا للقرويين تيقريو، والاخرين اللي عندهم الصناعه واللي الفلاحه. المهم حلينا الباب ودخلوا لانهم مسلمين لهذه ارض الاسلام، ما كانش عندنا مشاكل معهم. فمشينا اذا باش ندافعوا عليهم ونعززوهم، تغلبنا 1844 في هاد إسلي، في هاد قدام هاد الواد هذا تغلبنا. الفرنسيس ديك الساعه متقدمين، السلاح ديالهم متقدم، النظام ديالهم متقدم، يعني التكتيك ديالهم في الحرب والتنقلات وكذا متقدمين. حنا تغلبنا، ما عندنا ما نديرو. من بعد ما تغلبنا شنو ترى هو انه خصنا نوقعوا واحد الاتفاقيه. وقعنا اتفاقيه لالا مغنيه. هذه الاتفاقيه هي اللي تنحددوا فيها الحدود بيننا وبين فرنسا. يعني الجزائر كانت قطعه من فرنسا، اذا حددنا الحدود بيننا وبين فرنسا. حنا ملي كان الواحد تيخرج من المغرب وتيدخل الجزائر راه تيدخل لفرنسا، لانها كانت تحت العلم الفرنسي وارض فرنسيه. هذا تاريخ، ماشي تحامل ولا محاولات كذا. اذا في هذه اتفاقيه لالا مغنيه غادي نضيعوا واحد العدد ديال الاراضي، لانه هما اللي غلبوا. غنديروا حنا المعركه نهار واحد، المعركه اللي غنتغلبوا فيها غدوم نهار واحد غادي يوقع اللي وقع، وغادي يوقع الهزيمه. الحاجه اللي كانت يمكننا نقولوا ايجابيه يعني بين الفرعين، وانه ما كانش مفروض علينا شي غرامه من بعد. ماشي بحال اللي غيوقع في تطوان فيها مشكله. 1860 انا قلت لكم الصبليون جاو ودخلوا لسبته، وواحد العدد الاخوان قالوا له ودي واش كانت شي مقاومه؟ لا، كانت المقاومه ديال الجيش المغربي، مقاومه عنيفه، وماتوا كنا نقولوا مئات ديال الجنود الاسبان في مراحل، والحرب دامت عده اسابيع فيها كر وفر، يعني تيتقدموا وتيتوخروا. لكن الصبليون جابوا 100,000 ديال العسكر، 100,000 ديال العسكر اللي نزلت من اسبانيا لسبته، ومن سبته دخلات. هذا راه ماشي جيش صغير ولا شي 6000 الناس كانوا دايزين وقالوا لا 100,000. هذه ارشيف اسباني ماشي ارشيف مغربي. اسبانيون تيقول حنا، وكان الرئيس ديالها ماريشال ماشي جنرال، ماريشال اودونول، يعني واحد القوه ما نقدروش حنا نواجهوها ولا نتغلبوا عليها. اسبانيا كانت خسرت المستعمرات ديالها في امريكا، دخلت اخر المستعمرات ديالها كانت في اسيا هي الفلبين. اسمها الفلبين نسبة الى الملك الاسباني فيليب، لهذا تسمت الفلبين الى يومنا هذا مسميه الفلبين. كانوا تيهضروا بالاسبانيونيه، خسرتها. فالرأي العام الاسباني كانت عنده مطالب، ومن جملة المطالب وهو يا سيدي خصنا ندخلوا للمغرب. وتفكروا واحد الارث فكري ديال الملكه ايزابيلا اللي قالت له ما ودي الا بغيتو تهناو من المغاربه خصكم تدخلوا تحتلوا المغرب حتى للجبال. هاد من تطوان وطنجه وانتم هابطين حتى توصلوا للجبال باش تضمنوا ما عاودوش يرجعوا لكم، عاودوا يديروا لك اندلس جديده. ثم اسبانيا باغا تتحكم في الضفتين، الضفه هذه والضفه هذه تحكم فيها. والرأي العام كان مستعد، كانت مظاهرات يقولوا خصنا نحتلوا المغرب، خصنا ندخلوا يا عباد الله، يلا دغيا بالزربه، عندك يسبقونا وحدين اخرين. فاذا جابوا 100,000 العسكر، خصهم السبه في الحروب. دائما شي واحد تيصيب شي سبه، وغالبا تتكون ماشي صحيحه، ولكن ما تنعرفوها حتى اللي عطى الله عطاه ودازت الحرب وكذا وكذا. وهادشي تنصيبو حتى في القرن العشرين. الامريكان ملي ضربوا فيتنام كانت سبه، وملي بغاو يضربوا العراق كانت سبه وكذا، وهذاك الشيء كان كذوب. ولكن غنعرفوا من بعد حتى دازت اللي داز. بقاش كاين قال اودي حنا بدينا واحد الحبيط صغير تمايا كذا باش ندافعوا على سبته، جات داك القبايل ديال لانجرا وهرسوه. كان واحد العلم ديالنا طيحوه للارض، والعلم ديالنا يطيح للارض. سيدي حنا اذا صابوا السبه
واخا السبه واهيه. اذا بقات مناوشات لعده اسابيع، دينين ديال القدام توصلوا ملي قربوا لتطوان. عدد الناس في تطوان قالوا ودي حنا نخويو المدينه، تنبقى يدخلوا النصارى يدخلوا علينا، يدخلوا على عيالاتنا وعلى ولادنا وعلى المساجد ديالنا وعلى كذا. فطلبوا من رئيس الجيش المغربي اللي كان هو مولاي العباس. مولاي العباس هذا كان خاط السلطان، صافت خاه اللي ترأس الجيش. ودازت واحد الليله في تطوان كانت خايبه، يعني وقعت الهجوم على تطوان من الجناب، وقعت الفوضى، وكانت المجاعه، وكان يعني واحد النوع من التوتر. ودخلوا المحلات فين قالوا سيدي راه عندهم محلات معمرينهم بالزرع وعمرينهم بالماكله وقعت واحد الليله خايبه بزاف في تطوان. هادشي راه في الاخر 1859 حتى يناير، حتى يبراير، في مارس، في نهايه مارس غتوقع الاتفاقيه بيننا وبين اسبانيا بعد ما دخلت بريطانيا باش يوقع الوقف ديال القتال، وباش ينسحبوا الجنود ديال الاسبان، وباش نخلصوا حنا الصبليون. عطاونا الفاكتوره، بحال مشيتي شي مطعم تاكل تيخيط يعطيك فاكتوره، وفاكتوره هما اللي تيديروها بالثمن اللي بغاو، والفلوس يعطيوهم هما الناس اللي بغاو. قالوا جبنا 100,000 شحال تقانت علينا، شحال ماتوا، شحال تخلصوهم، شحال خصنا كذا كذا. عطاونا الفاكتوره، ما عندك ما تقول، تخلص الفاكتوره. وهاد الفاكتوره على سنوات، ما عندناش حنا باش ناديوها مباشره، على سنوات. هادشي غادي يتوقع في مارس، غادي يوقع هاد الاتفاقيه، وغادي يوقع واحد النوع من الفرح الكبير في اسبانيا بعد ما دخل الجيش لتطوان. يعني واحد الفرح كبير في اسبانيا، حتى ان كل المدن الاسبانيه غتختار واحد الشارع وغتسموه شارع تطوان. الا مشيتيو اليوم لغرناط، الا مشيتيو اليوم لغرناطه ولا لقرطبه ولا كذا، غتصيبوا شارع تطوان. وشارع تطوان معناه هو واحد الشارع اللي تيرجع ل 1860، الهزيمه ديال المغرب في هذيك الحاله هذيك. كاين اللي هضروا لنا وقالوا اودي الله يخليك انت تهضر لنا دابا على هادشي ديال التاريخ وديال الحسن، الله يجازيك بخير مزيان، ولكن مره الله يخليك هضر لنا على شي حاجه اللي جديده. كيفاش جديده؟ شي حاجه مثلا هادشي هذا الرئيس الامريكي ترامب اللي وصل، قلنا عليه شي حاجه. هاد العدوان الكبير اللي وقع على غزه والضرب ديالها وكذا، قلنا عليه شي حاجه. قلنا على المغرب كذلك شي حاجه، كان واحد الاضراب هذه كذا. شنو رايك فيه؟ واش كذا؟ ما نعرف انا. كاين واحد الحوار والنقاش حول المدونه مزيان. ربما انا قلتها لواحد المره، نديروا واحد الحلقه مره في الاسبوع ولا مره في 15 يوم نهضر فيها على المسائل ونعطي وجهه نظري كمواطن. انا ما عنديش ندير يعني واحد الحزب ولا واحد الجمعيه ولا لا. انا تنهضر كمواطن، وتنهضر يعني بهدوء، بلا تشنج، بلا اي شيء. لكن بغيت هنا في الاخير هذه الحلقه، ما بقالناش الوقت بزاف، نبقى 5 ولا 6 دقائق، نقول لكم بما ان هذاك السيد جبد لنا ترامب، راه حنا في واحد الوقت من الاوقات مع مولاي سليمان بدايه القرن 19 1820 22 غادي تطرا واحد الازمه، والمغرب غادي يعلن الحرب على امريكا. ايوا يلا، المغرب سيعلن الحرب على امريكا. علاش؟ لان الامريكان قرروا يديروا الحصار ديال ليبيا. الليبيين هذوك المجاهدين كانوا خرجوا للبحر وخداو شي باخره امريكيه، ما باخره امريكيه. الامريكان قرروا باش يديروا الحصار. راه الحصار الامريكي ماشي عاد بدا اليوم، راه هي تتهضر مع الامريكان تيقول لك الحصار.
هادوك المسلمين ديال ليبيا ما عندهمش لمن غادي يستغيثوا. الدولة العثمانية اللي حكماهم بدات تضعف، ما قاداش، عندها أسبقيات أخرى، ما بغاش تدخل في واحد الحرب مع الأمريكان ديك الساعة راه واحد القوة بدات تظهر، بداو البواخر الأمريكان تيتساراو، وبداو الأسلحة الأمريكان، وبداو كذا كذا. فمولاي سليمان جاتو داك الرغبة في دعم المسلمين، هادو الناس غادي يجيو يكرفسوهم. قالش كاين، قال سيدي سنغلق ممر جبل أبي طارق أمام البواخر الأمريكية. أوي 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 أوي، كيفاش هذاك جبل طارق، الممر اللي غادي يجيو من الأطلسي ويدوزو منه ويمشيو لليبيا يضربوها ويحاصروها، أنا غنشدو، فما تكون شي باخرة أمريكا غدوز غنجري عليها. فوقع واحد التوتر كبير. مولاي سليمان غادي يأمر واحد السفينة مغربية غتخرج من الرباط، فيها حوالي 100 ديال البحارة، وفيها أكثر من 20 مدفع، وتترأسها الرئيس لوباريس، هذه من العائلات الرباطية، لوباريس أصول أندلسية، وغيقول لهم سيروا شدوا هذاك جبل طارق، وغيعين واحد السفينة نسلة فيها تقريبا 90 ديال البحارة، وفيها المدفعية كذلك، وغيترأسها الرئيس عواد، وغيقول لهم سيروا لذاك جبل طارق الله يعاونكم وشدوه، فإن ما تبغي شي باخرة أمريكانية دوز منعوها. يعني تقريبا إعلان المغرب يعلن الحرب على أمريكا، هذا المسألة واضحة. لكن اللي غادي يطرا هو أن الأخبار غادي توصل لطنجة. أنا قلت لكم كاين الجواسيس والدوال، الأمريكان غادي يسيقوا الأخبار، القنصلية الأمريكان غتسيق الأخبار. شنو غادي دير؟ غادي تخبر الأمريكان شنو غادي يديروا؟ غيصيفطوا واحد القوة قوية، غادي داك القوة القوية غادي تفاجئ السفينة اللي جات من الرباط ديال لوباريس، وغتقبطها، وتقبط داك 100 ديال البحارة والسي لوباريس والسفينة تقبطهم، وتكون واحد الأزمة كبيرة، واحد الحزن كبير في الرباط وفي سلا. إذن غادي يطرا شنو اللي غادي يطرا من بعد؟ غادي يطرا واحد النوع من المفاوضات لإطلاق السراح، ولكن على أساس باش المغرب ما يعاودش يشد جبل طارق الممر أمام الأمريكان. وباش يظهر المغرب حسن النية ديالو، مولاي سليمان يظهر حسن النية ديالو، شنو غادي يدير؟ غادي يهدي للأمريكان واحد الأرض. فين غيهديهم ديك الأرض؟ في طنجة، وغادي تبنى فيها القنصلية الأمريكان، وهذيك الدار بقى موجودة إلى اليوم، ويمكن الناس يمشيو لطنجة ويزوروها. وملي تتمشي للكتاب اللي فيه الأملاك ديال الدولة الأمريكية في الخارج، أول ملك ديال الأمريكان في الخارج هو اللي كان في طنجة، هو الهدية ديال مولاي سليمان. فما خصناش نتفكروا أننا أول دولة اعترفنا بأمريكا، خصنا نفكروا بأننا أول دولة هدينا لأمريكا واحد الأرض، وهدينا لأمريكا واحد المقر باش يكون قنصلية، وهذا خصنا نتفكروه. ولكن نردوا بالنا من أمريكا، لأن أمريكا تدافع على المصالح ديالها، وحنا خصنا ندافعوا على المصالح ديالنا. تنظن وصلنا لهذه الحلقة التفاعلية الأواخر ديالها تقريبا، وإن شاء الله نكملوا هذا في الأسبوع القادم.